في سر خطير عن قراراتك عمرك ما خدت بالك منه. في تجربة غريبة اتعملت في جامعة بيرنستون، جابوا مجموعتين من الناس ووروهم نفس الصورة لنفس الشخص. المجموعة الأولى شافت الصورة لكن في خلفيتها مكتوب كلمة صادق. المجموعة التانية شافت نفس الصورة لنفس الشخص بس الخلفية مكتوب عليها كلمة مجرم. النتيجة إن المجموعة الأولى قيمت الشخص الأول إنه محترم وإنه موثوق، والمجموعة التانية شافت الشخص التاني على إنه مش مريح ومش جدير بالثقة، رغم ان هو نفس الشخص بنفس الصوره باختلاف الاطار بس اللي اتحط فيه. ده اسمه في علم النفس برايمنج افكت او تاثير التاثير المسبق، بمعنى ان دماغك بتتاثر باول حاجه شافتها او سمعتها عن موقف او عن شخص بدون ما تحس. وده اللي بيحصل في حياتنا طول الوقت. اعلان في جمله رقم واحد في السوق، دماغك خلاص بتحس ان فعلا المنتج ده رقم واحد في السوق مع تكراره. وطبعا بيحط لفته مكتوب عليها الاكثر مبيعا جنب طبق معين، فتلاقي نفسك بتطلبه من غير حتى ما تفكر، من باب التجربه. حتى في الاعلام كلمه معينه تتكرر قدام او قبل اسم شخص معين هتبني عليه صوره معينه للشخص ده. الخلاصه ان اللي هيسبقك بكلمه في الغالب ممكن ياخد منك عقلك كله.